هلو هاو ار يو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماي نيم از منجز. انا منجز. انا عندي ليكم يعني مفاجاه حلوه. الحمد لله الحمله بتاعتنا نجحت وحققت نجاح ما شاء الله 100%. ارجو كل الناس تقول لي ما شاء الله وبالتوفيق دايما. عايز اسمع كلمات تشجيعيه عشان ان شاء الله اقدر اساعدكم اكتر في الفيديوهات اللي جايه. الحمله نجحت وارسلت حوالي 2800 رقم. وريتكم على المره اللي فاتت واحنا شغالين الحمله كانت وصلت لحد فين. النهارده ان شاء الله هوريكم برضو الحمله بتاعت النهارده وصلت فين. يلا افتح كراسه الحاجات اللي احنا بنكتبها. وبرضو مع الاسف لو كان عندي وقت كنت حكيت له قصه. انا ما عنديش وقت دلوقتي عشان احكي قصه عن القصص اللي بنستهل بيها بدايه الفيديو، فاعذروني لانه والله الوقت ضيق فعلا. ومصور لكم الفيديو ده تقريبا الساعه 1 بالليل، فعشان الحق ان انا انزله لكم في التوقيتات بتاعته ان شاء الله يعني اوعدكم في الفيديو بعد الفيديو رقم 5 او الفيديو رقم بعد الفيديو رقم 5 هيبقى فيه فيديو اسئله. فما تنسوش تكتبوا اسئلتكم واستفساراتكم عشان هنرد عليها كلها ان شاء الله بخصوص موضوع الواتساب. طيب موضوع النهارده ايه بقى منجز؟ موضوع النهارده ان احنا ازاي نعمل حمله مجدوله. يعني ايه حمله مجدوله اصلا وايه اهميتها؟ الحمله المجدوله يعني الحمله اللي هتبدا في توقيت معين اكون انا مش موجود فيه، او عشان ما انساش ان انا اعمل الحمله اقدر ان انا استخدم موضوع الحمله المجدوله. موضوع الحمله المجدوله هو موضوع جميل جدا، ويعني هيديلك احترافيه اكتر في الشغل في وقت من الاوقات انا مش موجود، مش هنا، مش عارف ايه. عايز اقول للشغل للمدير ان انا جيت الشغل وانا اصلا لسه ما جيتش فاقول له ده الكمبيوتر اهو بص بيرسل والحمله شغاله. ما انصحش حد يستخدم طرق النصب والاحتيال دي، لان كده كده بيبقى المدير يعني هارشها وقافشها. فحاول ان انت دايما تكون شخص جد طالما ان انت بتشتغل. حاول ان انت تكون شخص جد وقول له انا سبت مثلا حمله موبايلك استاذنكم التليفون بيرن. معلش انا مش هلحق ان انا انتجه لان الصراحه وقت المونتاج بيضيع خالص في الموضوع دوت. خلينا نرجع بقى لكلامنا. قلنا ان احنا الطريقه اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله مع بعض طريقه الجدوله. الطريقه دي هي هتميزنا في موضوع ايه؟ هتخلينا نقدر ان احنا نهتم اكتر بالوقت اللي احنا نرسل فيه. الموضوع ده مهم. هي دي بقى تركايه الفيديو. انا كنت الاول بتكلم عن اهميه الجدوله، بس التركايه دي اللي هو الوقت اللي احنا بنرسل فيه. لما تيجي ترسل حمله، يعني لو انت بترسل حمله في بلد بعيده اعرف التوقيت بتاعهم في استراليا الساعه كام هم دلوقتي، عشان خاطر ما تبعتش في توقيت خطا. تبعت بالليل وتلاقي هجوم جامد على الخصوصيه مثلا بتاعتك، بيقول لك انت ازاي بتبعت في التوقيت دوت، انت جبت رقم منين، وتلاقي خدت بان على طول. لا، لازم تبقى عارف التوقيت بتاعهم وامتى تبتدي الحمله، وده جزء مهم جدا. يعني ممكن تستخدم خاصيه التوقيت دي في حاجات كتير جدا. على الاقل يعني هدي مثال بمصر، يعني لو انت بترسل للناس حمله الساعه 3 الفجر ناس كتير هترد عليك بهجوم. اما لو انت بترسل مثلا الساعه 7 الصبح و9 الصبح هتلاقي الناس عادي جدا ومتقبله دوت بشكل طبيعي. حتى لو اللي بينام الصبح تمام بشكل طبيعي، غير اللي انت بتبعت له في الفجر هيتخض يقول لك في ايه، ازاي بتيجي رسائل زي كده في الوقت دوت، وخصوصا لو انت بتعمل رسائل تسويق. طيب خلينا بقى نقول على اهم حاجه احنا بنتعامل فيها مع بعض يا جماعه. لازم كلنا نكون ايد واحده، فبالتالي اي حد بيشوف ملاحظه او بيشوف حاجه مهمه في الفيديو يا ريت يكتبها في التعليقات عشان خاطر كل الناس تلتفت ليها. وانا شغال انا بصور الفيديو وانا شغال، فبالتالي ممكن تركايه اقولها وانا شغال بسبب خطأ حصل مثلا او حاجه حصلت، فالناس اللي شايفه جزء مهم او حاجه كانت مهمه او تركايه انا قلت عليها تكتبها تحت في التعليقات عشان الناس كلها تاخد بالها منها. ممكن يكون قفل الفيديو قبل ما يشوف التركايه دي فيروح على التركايه دي ويشوفها على طول، عشان خاطر ممكن تبقى هي دي اللي واقفه معاه او هي دي اللي معطله. ولازم كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض متكاتفين يعني عشان نكون باور افضل. انا مش طالع عليكم اكتر من كده على المقدمه، وهنروح دلوقتي البي سي عشان نعرف اهميه ودرجه الاهميه القصوى في موضوع الحمله المجدوله. يلا بينا على البي سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا دلوقتي معاكم للبي سي مرة تانية عشان نكمل مع بعض ازاي عملنا الحملة المجدولة او ايه هي بقى الجدول اللي احنا نستفاد بيها في موضوع الحملة المجدولة. رجاء بقى يا جماعة التنبيه شديد جدا ان احنا لما هنيجي نشتغل دلوقتي هيبقى كل شغلنا ان احنا نعرف ازاي نعمل الحملة المجدولة دي
بشكل اللي احنا نستخدمه ونطبقه عليه زي ما قلنا، عشان الناس تكون مستمرة معانا في الكورس، اللي عايزين يكملوا معانا في المتابعة في الكورس دوت عشان يحققوا دخل مادي، فبالتالي لازم يكونوا بيطبقوا الخطوات اللي احنا بنعملها دي. فهنشتغل دلوقتي مع بعض على الجزء الأول. احنا الحمد لله أتمينا حملة من 2340 رقم، تمام، وده عدد مش قليل. تقريبا الجهاز استغرق فيه حوالي 3 أيام عشان يقدر إن هو يرسلهم. وما تحسبش بقيمة الوقت، احسب بقيمة النجاح في المجهود اللي انت عملته. نجاحك ان انت توصل لنسبة 100%، ده المهم عندنا. طيب مبدئيا ادي كده الحملة وصلت وخلصت، هنقول اوكي تمام، اقفل ده. انا عايز اقول لكم ان الجهاز تقريبا بيموت، يعني بقاله فترة شغال كده، جهاز يعني حاله صعب، عايزين نجيب جهاز جديد. اصلا لو شفتوا الجهاز بتاعي يعني هتستغربوا، وانا بصوره لكم مره كده. الجهاز بصراحه يعني حاله انا شايل الفريم بتاعه ومهوني كل حته كده عشان خاطر السخونيه بتاثر عليه، السخونيه بتاثر عليه جامد. هو البروسيسور بتاعه كويس وكل حاجه، بس يعني برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى مفيدة جدا للجهاز لو انت شغال، ان يكون فيه تبريد كويس، ما تعتمدش ان الجو ساقع وخلاص. طيب عموما احنا نقفل البرنامج عادي، مفيش اي مشكلة، يعني هي الحملة كده كده خلصت، وكده كده مش عايزين منها اي حاجة تانية، فهنقفل البرنامج عادي، عشان حتى على الاقل الناس اللي بتتابع معانا من الاول لسه بتشوف الفيديو ده لاول مرة، في مجموعة فيديوهات سابقاك فايتاكوا يا جماعة، يا ريت تشوفوها هتلاقوا في رابط على القناة، او في اسمها ايه، مجموعة حلقات موجودة، تمام، فيها الكورس اللي هو بتاع واتساب للجميع، تمام. اسم قائمة التشغيل كده اسمها واتساب للجميع، والنهاردة ده تالت فيديو فيها. طب في تالت فيديو هنعرف ايه؟ تعالوا نراجع كده سريعا مع بعض ايه اللي احنا عرفناه. احنا اتكلمنا في اهميه التسويق عن طريق واتساب، وازاي ان احنا نعرف نستخدمه، واتكلمنا عن الاداه اللي احنا هنستخدمها اسمها بيزنس سندر، والاصدار بتاع فيرجن 23، ولو رجعتوا للفيديو بتاعها هتلاقوا لينكات التحميل وكل حاجه بنتكلمنا عنها. طيب احنا عملنا من الاداه دي لما نزلناها بالشكل دوت اللي هي بيزنس سندر اهي، عملنا منها مجموعه نسخ، او تعمل منها نسخه واحده مثلا او الكلام ده، لان لو كان عندك اكتر من واتساب تقدر ان انت تستخدمه. انا عندي هنا نسخة تانية اسمها رمضان، دي عملتها عشان اهنئ الناس بيها في رمضان، تمام. تعالوا كده نفتح مع بعض النسخة، الناس بقى اللي بتراجع معانا تعالوا نعرف بقى الخطوات اللي احنا المفروض هنمشي عليها، خطوات الاستخدام. الناس اللي بتراجع معانا يعني الناس اللي تابعتنا في الفيديو اللي فات، الناس اللي ما تابعتناش ترجع تشوف الفيديو عشان تبقى عارفه الخطوات كويس جدا، واحنا هنعملها مع بعض وهي بسيطه جدا. مبدئيا انت بعد ما بتفتح الشكل ده من البرنامج بتروح على الواتساب وتقول له اوبن واتساب، فيبتدي ان هو يحمل الواتساب. هو هنا ميزه البرنامج يا جماعه ان هو بيعمل يعني فاتح متصفح داخلي خاص بيه هو. عيب كل البرامج التانية ان هم بيفتحوا متصفح مختلف مش هم اللي متحكمين فيه، هنا المتصفح كاستمايز مخصص للواتساب، فعشان كده ده قوه نجاح البرنامج ده ما شاء الله. برنامج ناجح جدا 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 في استخدام الواتساب، والشركه دي ناجحه جدا في استخدام الواتساب في البرامج بتاعتها، بتقدم خدمات قويه جدا. انصحكم ان انتوا تخشوا الموقع بتاعه وتدبسوا فيه، وسايب لكم اللينكات بتاعتها برده في المصادر في الفيديوهات اللي فاتت، فارجعوا شوفوا الفيديوهات، وهسيب لكم برده المصادر بتاعتها في الفيديو ده ان شاء الله، بس ما تنسوش ترجعوا تشوفوا الفيديو. بعد ما فتحنا كده احنا عرفنا ازاي بقى ان احنا بنستخدم الاداه. كان عندنا مجموعه من الخطوات، اولهم كان ان احنا نسحب سكان كود، بعد كده اضافه الاشخاص اللي احنا عايزين نرسل لهم، وبعد كده اضافه الرساله والصوت. طيب تعالوا نعملهم كده بقى سريعا مع بعض. مبدئيا احنا اللي راجع الفيديوهات اللي فاتت هنلاقي ان احنا كان عندنا اللي هي امبورت واتساب كونتاكت عشان يحذف يعني يستلم كل الارقام اللي عندي على التليفون اللي فيها واتساب. الخطوه دي عملناها، فارجعوا شوفوها. انا هنا دلوقتي في خطوه ان انا خلاص قسمت الارقام عندي لفايلات وعايز ان انا اشتغل عليه، تمام. فاروح على فايل الاكسل بتاعي هنا كنا فاتحينها اصلا قبل كده النافيجن يعني ما تقول ان انت مفتوح، ليه تلففنا السبع دخات كده يا راجل؟
تعبتنا معاك يا شيخ، الله يسامحك. طيب خلينا نكمل كده مع بعض ونشوف ايه اللي احنا هنعمله في الموضوع بتاع الارقام. هنشوف احنا وقفنا لانهي ارقام اشتغلنا عليها خلاص، ونبتدي ان احنا نكمل على الباقي بتاعها. انا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كان ده اجمالي الارقام اللي عندي 11000 مش عارف رقم كده يعني 11000 مش عارف 400 مش عارف كام. لما جيت اضفتهم كلهم مره واحده على البرنامج ما اضافوش ال 11000، ما ضافش غير حوالي 2300 الرقم اللي انتوا شفتوه معايا من شويه. تعالوا كده نراجعوا مع بعض ونعرف احنا بنجيب منين التقرير. فهنروح على فيو، ومن فيو هقول سنت كامبين، هيجيب لي هنا التقرير، فهقول له لاست 7 داي yesterday today show all قفلنا البرنامج بطريقة خطأ، مش بيسيف الحملة. دي مشكلة تانية، لازم ان احنا نقفل الحملة بشكل جيد. طيب خلينا نشوف كده مع بعض، احنا كده شفناها في اول فيديو. خلينا نشوف بقى كده مع بعض الارقام اللي احنا بعتنا لها. اخر ارقام احنا بعتنا لها احنا قلنا ان هو ما قبلش غير 2300، فهنروح عند اخر ارقام احنا بعتنا لها. ماشي، خلينا مثلا اخر ارقام احنا بعتنا لها دي، هنيجي هنا هنعمل بحث في الارقام كلها على الرقم. ما تنساش تعدله عشان تعرف ان انت تلاقيه. لو انا عملت له بحث هو بالشكل اللي كان مكتوب عليه عمره ما هيظهر معايا. طيب تمام، هنا اللي هو 2858 يعني احنا كنا ارسلنا 2828. ايه ده رقم غريب جدا، 28 رقم غريب قوي. انا بقلق قوي من الارقام دي. طيب خلينا نتخطى كمان شويه ارقام سريعا كده، ونبتدي ان احنا ايه ناخد من بعدها، لان يعني يلا نبتدي بقى من هناخد مجموعة ارقام قد ايه. هناخد وليكن نعمل الحملة دي 1000 رقم. انا عايز الحملة دي 1000 رقم بس. هبتدي من اول الراجل الطيب ده كده، وهياخد 1000 رقم اهي بس خلاص. كنترول سي، يلا نروح 1212 رقم. لا استنى، ده ايه الارقام الغريبة النهاردة دي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بقى؟ لا حد يقول لي. هقول له مانيوال امبورت، كنترول في، تمام، بيست. يعني على فكرة في حاجة غريبة، 12 غريبة، 28 12 انا بقلق قوي من الارقام المكررة دي، يعني عندي حالة هاجس في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف بقى الرسالة اللي احنا هنحطها مع بعض بقى كده. الصورة اللي كانت عندنا هنحطها في الرسالة، تمام، والكلام اللي احنا هنحطه في الرسالة. فاحنا عندنا كده الخطوات سريعا. قلنا سكان واتساب، اضافة اشخاص، اضافة الرسالة والصورة. تعالوا نشوف اضافة الرسالة. انا يعني ايه هعمل حاجة كده حتة في الفزلكة عشان خاطر محدش، يعني مش عايز تعملها ما تعملهاش، عايز تعملها اعملها. انت ممكن تروح ببساطة، انا ممكن اروح ببساطة كده اخد الرسالة من اي رقم كنت بعت له. والموضوع ده مهم جدا بقى، لو انت هتحط الرسالة لازم تروح تاخدها تحطها في ملف تكست عشان تعرف تتعامل معاها كويس.
نفس الرسالة دي هنضيفها هنا خلاص. هو زي ما هي كده، بس هنغير هنزود بس ايه كلمة في الآخر هنا: السلام عليكم ورحمة الله. تمام. خدوا بالكم انا جاي لي كمية شتايم رهيبة، لأن أنا فعلا عندي كمية ناس كتيرة وناس بتستغرب. أنا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة، في إيه؟ مثلا تمام كده احنا عملنا 3 رسائل متغيرة. طب ايه التغير ده؟ السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ال3 دول تغير عشان خاطر عدد الكلمات بتفترق على الواتساب. لما بيشوف عدد الكلمات مختلف فبيعرف ان دي رسالة مختلفة. فانت لازم لما تيجي تحط رسالة دايما نوع في عدد الكلمات بتاعتها عشان خاطر الواتساب يعرف ان دي رسالة مختلفة. ممكن بقى تضيف ايموجي زي ما انت عايز، وتعمل بي وسي وكل الحاجات الجميلة بتتعمل عادي. البرنامج فيه حاجات، بس انا مش عايز اقعد اطول في الفيديو. انا بصراحة عارف ان انا برهقكم معايا، بس بحاول اشرح كل حاجة بوضوح. طيب send now كده انا ممكن بضغطة زرار، وده بقى هو موضوع الفيديو كله النهاردة، ان انا ممكن بضغطة زرار ابتدي ارسل. لا، احنا موضوع الفيديو النهاردة ان احنا بقى نعرف مع بعض ازاي نعمل حملة مجدولة. احنا كده عرفنا ازاي ان احنا نعمل حملة، نقلنا الاسماء وكتبنا الرسالة وحطينا الصورة وظبطنا الاعدادات. ناقص ان احنا نعرف ازاي نعمل حملة مجدولة. ظبطنا الاعدادات من هنا، من سيتنج، سيندنج سيتنج، دي الاعدادات اهي. تمام. بتقول له بقى لو انت عايز تعمل ارسال سريع او ارسال بطيء او ارسال عادي في المتوسط، هنخليه نورمال. وهنروح في اعدادات الوقت هنقول له ماشي الاعداد بتاع الوقت من 41 ل 66 ثانية. لو انت اوريدي مشيت على الخطوات اللي احنا مشينا عليها ماشي، انما لو انت لسه اول مرة بتجرب لازم الاعداد ده يتغير، لازم يبقى على الاقل فوق ال 180 ثانية. تمام، لازم يبقى على الاقل فوق ال 180 ثانية. انا هعمله اهو على الاعداد بتاعي عادي اللي هو 41، هيبقى لازم يبقى فوق ال 180 ثانية اللي فوق ال 600 ثانية. تمام، يعني ما بين 3 دقايق ل 10 دقايق الرسالة الواحدة، عشان خاطر الواتساب ما يحذركش وانت لسه بتعمل الشغل جديد. فلازم تبقى عارف الموضوع ده كويس جدا. طيب هندوس هنا كلوز عادي. تمام، وهتيجي النهارده على موضوع الفيديو بقى، ونركز بقى كده مع بعض ازاي نعمل حملة مجدولة. ازاي نعمل حملة مجدولة يا جماعة؟ ويعني ايه حملة مجدولة اصلا؟ حملة مجدولة يعني تبدأ حملة في تاريخ معين ومحدد، والتاريخ ده هو بالظبط هو اللي انت هتقوم بيه في تنفيذ الحملة. طيب انا دلوقتي فاضي ان انا اعمل الحملة، بس مش فاضي ابدأها دلوقتي، او الوقت مش مناسب، ومش هكون موجود في المكتب الصبح مثلا او ما الى ذلك. موضوعات ممكن تكون فارقة في الجزء ده. تمام، عايز اخلي الحمله تبدا وانا مش موجود. تمام، وعايز اخلي حمله مجدوله، انا عايزها تبتدي من 6 الصبح وانا ما بصحاش بدري مثلا. انا سهران دلوقتي بس دلوقتي مش مناسب ان انا ابعت للناس. فهروح على بدل سند ناو هروح على سكادجول سند، واقول له التاريخ اللي انا عايز الحمله تبدا فيه. احنا النهارده 17 بيجيب لك التاريخ اللي انت موجود فيه ناو حالا. فهقول له لا، هنخليها 18 لان انا لسه الساعه 11 و44 بي ام، فلسه انا 17. انا عايزها بقى تاني يوم اللي هو يوم 18. والوقت مبدئيا انا عايز الوقت مثلا يكون 7 صباحا عشان الناس تكون صحيت لاعمالها، ما نفاجئهمش من 5 الصبح مثلا ولا كده، لان كده كده انا عايزها مثلا على العصر ولا حاجه تنتهي. اروح له كده اقول له اوكي. بيقول لي انت عايز سيف مود اللي هو الناس انت تواصلت معاهم قبل كده، ولا بليند مود الناس تكونوا لسه ما تواصلتوش مع بعض قبل كده. اقول له بليند مود. بيقول لي الوضع ده فيه ريسك وخطوره، بس عادي. انا بقول لك ان هو لو ماشي على الخطوات اللي انت مشينا عليها زي من الاول، عيد الكلام 100 مره عشان الناس ما تقوليش اصل الرقم اتحذر مني. ما يبقاش الرقم جديد وتيجي تعمل فيه الخطوات دي، او الخطوه دي ان انت تدي له ارقام كتير يرسل لها وبتاع، هيحذره طبيعي. تمام، في خطوات قلناها قبل كده تعملها وبعدين تيجي على هنا. يلا ندوس ايه اوكي. قال لي قدامي يور اوك ريستارت 19 دقيقة. لا انا عملتها، لا في حاجة غلط معلش انا اسف. تعالى نعملها تاني.
انا ما خدناهاش اي ام، اسف، انا عايزها 7 صباحا. مش حد ينبهني؟ مش تقولوا لي اي حاجه كده؟ طيب بتاع. طيب اهو خلاص، دون ما نقول وبتاع، والفزلكه في الاخر تودينا في داهيه. طب يلا بينا بقى كده، احنا ايه، خلصنا الشغلانه اللي علينا هنا. انا كده الحمله بتاعتي المفترض ان هي هتبتدي بعد 7 ساعات و14 دقيقه. ممكن اروح على اعدادات واتاكد منها كده مره كمان، اعرف الحمله بتاعتي هتخلص في وقت قد ايه. ده لو انا مثلا متوقع ان الحمله بتاعتي تخلص في الوقت ده، او عايز احقق نتيجه في الوقت ده. ممكن تعمل ده ازاي؟ لما تعرف ان الدقيقه فيها كام ثانيه. الدقيقه فيها 3600 ثانيه، 3600 ثانيه. ولو انا عايز نفتح الكالكوليتر، 3600 ثانية. ولو انا عامل الوقت بتاعي اقصى وقت اللي هو 61 ثانية، دايما اكسر حاجز الدقيقة، ما تبقاش 60 ثانية، ما تعملش رقم بالظبط، لا اكسر حاجز الدقيقة. بيفرق قوي الموضوع ده في الواتساب، من تريكات صغيرة كده يا جماعة وبتفرق والله. طيب على انت ال 61 ثانية اللي عندك حوالي، هيديلك مثلا ايه طول المتوسط، حوالي 55 رسالة ل 52 رسالة. هنقول 52 رسالة في الساعة. 52 رسالة في الساعة في اليوم 24 ساعة تساوي 1248، وده عدد أكتر من العدد ده. أكيد أنت مش عايز إن أنت تقعد 24 ساعة ترسل الرسائل دي. أنا واحد من الناس مش عايز أقعد 24 ساعة أرسل الرسائل دي. تمام، أنا عايز أخف ضغط على الجهاز. سيتنج. فهرفع هنا وقت الإرسال، أخليه ل 21 ثانية إلى فليكن 42 ثانية. تمام. وهنا بقى بدل ما هخليه الكونكشن سبيد، هخليه فاست كلوز، سريع. خلاص. طب ايه، انا كده الحملة بتاعتي، لا أنا الحملة بتاعتي شغالة زي ما هي كده تمام، مفيش اي مشكلة. حملتي بتبتدي في وقتها المحدد اللي اتحط لها، وخلاص الدنيا كده تمام. الاعدادات اللي انا عملتها كده تمام. انا كده شرحت لك كل حاجه في درس النهارده. ارجو ان انا اكون افدت حضراتكم باي حاجه تقدروا ان انتوا ان شاء الله تستخدموها بعد كده. شكرا للمتابعه، معلش ان انا طولت عليكم لحد هنا، بس في تريكات قلناها صغيره كده، يا ريت الناس اللي افتكرت التريكات تكتبها في الكومنت تحت عشان كل الناس تاخد بالها منها. واكتب الدقيقه والوقت اللي انت شفت فيه التريكه دي عشان الناس تاخد بالها منها، عشان كلنا نستفاد من بعض. انا بحاول ان انا اوصل لكم معلومه عندكم، عندي وانتوا توصلوا لي معلومه عندكم، وكلنا نكون عونا لبعض. اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم منجز، سلام. بعد ما خلصنا شغل على البي سي، يعني اتعشم، بس طبعا الوقت ممكن يبقى طويل، ولكن الحمد لله زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو قدرنا ان احنا نحقق التارجت اللي احنا كنا عايزينه. والتارجت اللي احنا عايزينه مش رقم يا جماعه، التارجت اللي احنا عايزينه درجه نجاحك في الحمله. يعني قدرت ان انت تحقق 100% ولا 50% ولا 60% ولا 10% ولا ايه بالظبط، ده درجة نجاحك. والحمد لله احنا حققنا درجة نجاح 100% ومن فضل الله طبعا اولا واخيرا. ولكن مهم جدا ان انت تركز على كل الحاجات اللي احنا بنقولها. لو انت عايز تشتغل في التسويق فعلا، ما تبداش بارقام كبيره في الاول. نصايح مهمه جدا لازم تعرفها، ما تبداش بارقام كبيره في الاول. ابدا ب 50 50 في اليوم، خليه يرسل بس 50 رساله في اليوم، انت كده كويس جدا. 100 رساله في اليوم، انت كده كويس جدا. وخصوصا هتبتدي الاول مع الناس اللي انت تعرفهم. لو انت جبت رقم جديد فبتبعت للناس تقول لهم انا فلان الفلاني وانا جبت رقم جديد وبعرفكم نفسي، يا ريت ابعتوا لي على الرقم الاولاني وابعتوا لي على الرقم ده، هرد عليكم عشان اعرفكم ان انا فعلا نفس الشخص. عشان في مشاكل بتحصل كتير جدا واختراقات بتحصل كتير جدا، فناس كتير بتقلق. فلازم تبعت الاول من رقم موثوق ورقم معروف، او لو هتبعت من رقم جديد تبعت للناس اللي انت تعرفهم تقول لهم الرقم ده انا بستخدمه جديد واقدر ان انا استقبل عليه الرسائل، وابعتوا لي رساله على رقمي التاني عشان تتاكدوا، وانا هرد عليكم بنفسي واقول لكم ان انا فعلا نفس الشخص.
طبعا بنحاول ان احنا نساعد بعض ونعرف اكتر ان احنا اماننا دايما على الانترنت مش سداح مداح. الامان دايما في تهديد وفي خطر، فحاول ان انت دايما تبعد عن مصادر الخطر، وربنا يحفظكم دايما، واشوفكم فيديو جديد. سلام.